خلينا نحكي على ازمه من الازمات. ثم مؤسسه الدوله تملك فيها 51%، بتروفاك موجوده مسكر عندها شهرين ويش، مسكر عندها شهرين ويش، مسكرين عدد من المواطنين اللي طالبين حقهم في التشغيل لدى الدوله. فما اون بيرت نتاع 100 ولا 200 مليار دو ولا اكثر، واحنا ولينا نستوردوا في الغاز ناتشورال من العاده، والمؤسسه هذه الدوله تملك فيها 51%، هو يكفى 50 ولا 60 واحد موقفين على شاهين ويش، والتوانسه كل يوم يخسروا مليارات والدوله ويقفى. ولما نقولوا فيكم تعملوا حد شيء، هانا باش نشوفوا هانا كذا والوزير الفلاني والوزير الفلاني ورئيس الحكومه نفسه، هانا باش نطبقوا القانون. معناها يقولوا انا كي نحب نحكي على التشغيل والواحد كذا، هاو عندي انا، هاو عندي مؤسسه تشغل في درا قداش وتدخل في مليارات للبلاد ويقفوا عندها شاهين ويش. فين الحكومه؟ قل لا نخاف كي نستعمل القوه يتم كذا. راهو دور الدوله انها تحمي التحركات وكذا، نجموا يعتصموا نجموا يظاهروا ويخليوا الشركه تخدم. اما لو كان اليوم كل المعطلين وكل الناس ما تخدمش وكل الناس مهمشه تجي قدام شركه عامه ولا عموميه ولا خاصه وتسكر الباب وتقول اي تحلوا لي مشاكلكم مش خادمين، نوقفوا البلاد الكل. ايش نعمل؟ وباي حق ايش نعمل؟ خلينا باي حق وباي حق انه العبد اللي يعتصم ويسكر يخدم قبل الاخر. مش يفهموك، مش يفهمك حتى حد. عليه مش يفهم حد، مش يفهم. هو مادام هز روحه ومشى عمل الصنيعه هذايا، مشى سكر معمل، كي تحكي معه بالطريقه هذه مش يفهمك. كي نحكي مع بنا لغه نجم يفهم المواطن، نفسر له، بعد ما نفسر له نعطيه حقوقه شنو ما، بعد نقول له ابعد، كي ما يبعدش نمارس عليه القوه ونهزه بالغدي بالقوه، ولو كان يعاود نعديه قدام كل الجمهوريه ونحاكمه. هذه هي الدوله. لو يقولوا دوله قويه، دوله قويه بتطبيق القانون. ما لا دوله انا ما عنديش، نجيك قدام دارك ونقول لك ليه اعطيني ما كانش ما نمشيش، ايش نعمل؟ تعطيني بعد ندير. وكي المؤسسات الكل، احنا في عزمه اقتصاديه ويعلم بنا ربي وكذا، كي المؤسسات اللي تخدم نعطلوها، شنو هو الشغل اللي نعملوه؟ شنو هو الاستثمار اللي نجيبوه؟ شنو هو الرؤوس الاموال اللي نقنعوها تستثمر في البلاد؟ اذا الدوله ماهيش قادره تحمي مؤسسه هي ماجوريتير فيها لغياب قرارات، ايش قاعد يعمل والي في صفاقس؟ وش قاعد يعمل وزير الداخليه؟ وش قاعد يعمل رئيس الحكومه؟ انا حقي في مؤسسه دوله فيها 51% لا تخدم. انت ايش قاعد تعمل؟ عندك شهرين ونص قبل ما تعمل لي مؤتمر تشغيل وتحكي لي على الرؤى المستقبليه. هو عندي ديزانفستيسمون هنا سكرهم لي. احنا في بنزرت لما جو غالق ومنطقه صناعيه مشينا حكينا معهم النواب والنواب الكل والمجتمع المدني وولي الجهه وكذا والعباد، وقلنا راهو ما نجموش نخدموا 80 واحد هذوما. قال لك مش نخدموا 80 واحد، هو محمد والالاف فوتور، وكان كل حد يعرف روحه يمشي يسكر مؤسسه من الغدوه يخدم. انا 600,000 بطال في البلاد، وكان جينا عن نجموا نخدموهم الكل، انا خدمناهم ما نجموش. هاك تشوف انت لي زانديس نتاع الاقتصاد شنو كيش نجموا نخدموا الناس، ان نجيبوا مستثمرين، انه الناس تحل مشاريع جدد. شكون اللي يحل مشروع جديد في تونس لما يكون هو شريك الدوله التونسيه شريكه معاه بعد 50% وما يقدرش يخدم. انا ماذا بيا اليوم باهي مهدي نرجعوا ضعف ماذا بيا اليوم انه اليوم الحكومه هذه اللي عندها اغلبيه مريحه على الاقل ورقيا تمارس القانون، سينو ما فما حتى كريديبيليتي. نجم تمارس القانون في قفصه؟ بالطبع تمارس القانون في قفصه. شوف فوسفات قفصه، شوف فما فوسفات قفصه بالطبع. هاي فوسفات قفصه المؤسسه هذه كانت تدخل، كانت تعمل في 8 مليون طن، تعمل في 2 مليون طن. اليوم تقريبا معناها الوضع الاجتماعي كذا، نفهم شنو هو الوضع الاجتماعي في قفصه وكذا، ومن بعد شو باش تعمل. راهو اي مؤسسه وطنيه ولا خاصه ما تنجمش تولي معناها تعمل في الترافاي سوسيال، ما تخدمش.